والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من مزوز الكورة تقديم بوزيزو. إذا تعجبكم عودة حميدة إن شاء الله يعني العودة المرة دي تكون بجد. كنت طالب من الناس الأسئلة بتاعتهم بخصوص الموسم ده، بخصوص الحلقات ذات نفسها، ويعني جات لي شوية أسئلة. هي طبعا ما جاتليش أسئلة كتير يعني، بس أنا حافظهم كده وهجاوب عليهم يعني بترتيب. يعني حاولت أرتبهم بطريقة معينة كده عشان الدنيا تبقى لذيذة يعني، وبس. وإن شاء الله عودة كده لذيذة. أول سؤال كان جالي: هل هترجع تتكلم على الفانتازي ولا ده برنامج بشكل عام؟ تمام، البرنامج ده إن شاء الله أنا هعمله كتغطية لأحداث الدوريات الكبرى، بأحداث الماتشات الكبيرة. يعني إن شاء الله ممكن هنتكلم عن الماتشات الكبيرة ونعدي عليها، وفي آخر يعني هنتكلم بعد كل ماتش كده إن شاء الله، وفي آخر الأسبوع هنعمل زي ملخص كده للماتشات الكبيرة وللأحداث، يعني أهم الأحداث اللي حصلت. بالنسبة للفانتازي يعني ممكن معرفش، يعني ممكن أعدي عليها لو هنتكلم عن الدوري الإنجليزي ولا لأ، بس يعني لأ، يعني الفانتازي مكانتش في دماغي الصراحة المرة دي. يعني كان في دماغي أتكلم عن بشكل عام عن الدوريات يعني، وعن بشكل خاص عن الماتشات الكبيرة. هي دي اللي هنعمل تحليل عليها ونمزمز فيها يعني. تمام. جالي سؤال تاني: هل الأرسنال هياخد الدوري السنة دي ولا لأ؟ والله الأرسنال عامل تدعيمات قوية جدا، عامل عمق دفاعي قوي جدا. لما لقينا ساعات بيلعب بأربع قلوب دفاع في الماتش، كورتهم حلوة، بيقدروا يطلعوا بالكورة، زيادة هجومية مش وحشة. كالافيوري طبعا وتمبر بعد ما رجع، أرسنال بقى عنده عمق شوية في التشكيلة. بس بالنسبة لي كان خط الهجوم بتاع أرسنال يعني هو ده يعتبر نقطة استفهام شوية يعني. طبعا ساكا أكتر لعيب عمل أسيستات في الدوري لحد دلوقتي، بس جيسوس يعني مش مقنع قوي. مارتينيلي نفس الموضوع. هافرتز كنت متوقع منه كتير قوي الموسم ده، خصوصا الموسم اللي فات كان فيه ماتشات صعبة، كان بيظهر فيها بشكل كبير يعني، وكان فيه ماتشات كتيرة بياكل منه زي ماتش رغم ان الناس كانت أول الموسم اللي فات كانت بتنتقده بطريقة فظيعة يعني. فبس أنا بالنسبة لي أرسنال ممكن تبقى مشكلته في خط الهجوم. خط الوسط يعني طبعا أوديجارد وديكلان رايس وكده، يعني شايف إن هو كويس يعني. بس بقى المشكلة يعني مش في أرسنال ذات نفسه. الفكرة بقى في ليفربول مثلا، كان الناس متوقعة أول ماتش أول موسم لأرن سلوت وكده إن هو هيقع مع فرقة وكده، بس بالعكس لحد دلوقتي ماشي كويس جدا. صحيح الفرقة الوحيدة اللي قابلها تقريبا من توب 6 ما هو مانشستر يونايتد. طبعا مانشستر يونايتد دلوقتي يعني موسم صعب جدا بالنسبة لهم، بس لأ يعني أنا شايف إن هو برضه كان تحدي صعب، وإن هو يكسبه وكده، فدي حاجة كويسة. الفكرة بقى في الجولة الجاية هنشوف هيعمل ايه ضد تشيلسي. ماتش هيبقى جامد جدا. تشيلسي مع انزو ماريسكا صحيح يمشي على سطر ويسيب سطر، بس مع وجود بالمر ومدويكي وسانشو المتألق مؤخرا هيكون ماتش صعب يعني. السيتي السنة دي مش أحسن حاجة. السيتي في الماتشات اللي فرقة بتقفل قدام جامد جدا، ومع عدم وجود رودري وإصابة دي بروين متكررة وكده، فالسيتي هيكون صعب شوية. فممكن ليفربول يعني. وارسنال لو فوق مع وقوع السيتي اللي هو مش هيبقى في التوب زي ما هو، وليفربول لسه مش عارف مع ارن سلوت هيمشي ازاي، ممكن ارسنال ياخد الدوري. هو طبعا في النهج بتاع السنين اللي فاتت اللي هو مثلا ليفربول يحاول عليه وما يقدرش في السنه دي، يروح السنه اللي بعدها واخده، والفرقه اللي تفشل في سنه معينه تاخدها السنه اللي بعديها زي حتى السيتي وكده. فبس لا يعني مش عارف هل الموضوع ده هيمشي مع ارسنال المره دي. الموسم اللي فات كانوا قريبين جدا، هل السنه دي بقى هي الدنيا هتبتسم لجماهير ارسنال وكده؟ مش عارف يعني، على حسب هل هيكملوا بنفس المستوى وهيطوروا من مستواهم مع وقوع ليفربول واستمرار مستوى السيتي اللي مش مقنع قوي. وقتها ممكن نتكلم الارسنال ممكن ياخد دوري يعني. ولسه بدري سوا يعني ما عداش غير 7 جولات ولا 6 جولات بس اصلا. تمام. السؤال اللي بعده: مين افضل لاعب في الموسم ومين اسوأ لاعب؟ افضل لاعب في الموسم، بص هو من حيث التقييمات، وده من صاحبي يوسف صالح. بص يا معلم، من حيث التقييمات في مرموش احسن لاعب، وفي هاري كين، وفي يعني في
صلاح برضو من احسن الناس، ليفاندوسكي، هاري كين، ديمبلي. اللعيبه دي هي دي تقريبا احسن لعيبه اللي واخده تقييم في الموسم ده لحد دلوقتي. بس انا هتكلم يعني هاخدها برضو بصعوبه الدوريات وكده، فممكن يعني هي الاجابه ممكن سيمبلي كده تبقى هو مرموش بحيث احسن تقييم وكده، فخلاص احسن لعيب. بس ممكن مثلا اتكلم برضو صعوبة الماتشات، مرموش لسه ما قابلش، قابل بايرن طبعا كفرقة قوية، قابل فولفسبورج تقريبا، لسه هيقابل الجولة الجاية، هيقابل بايرن ليفركوزن، ماتش كبير جدا. بس برضو تقريبا هو بايرن بس هو يعني أقوى فرقة اللي هو قابلها. هاري كين برضو مش يعني مثلا ماتش ضد فرانكفورت، المفروض الماتش من التوب بتاع الموسم ده، لا ما كانش قوي يعني، ما ظهرش، ما عملش فيه حاجه. مين تاني؟ بص، هو سؤال صعب، مين افضل لاعب في الموسم ده؟ صلاح برضو يعني، ديمبلي. بص هو يعني بعيدا، يعني عارف هتبقى شهادة مجروحة مني، بس اللي انا اقول ليفاندوسكي، بس على حس ان هو ليفاندوسكي جاب ضد فالنسيا، جاب ضد فيا ريال، ظهر في ماتشات كبيرة وكان مؤثر مع عودة يعني برشلونة إلى حد ما إلى وضعه شوية مع فليك. فممكن أكلم ليفاندوسكي من حيث صعوبة الماتشات، ولسه طبعا برشلونة داخلة يعني بعد توقف في الدوري فيه مصايب يعني، البلاء وبايرن وكلاسيكو، الدنيا صعبة خالص يعني. فممكن اتكلم من حيث صعوبة الماتشات، من حيث برضو ان هم لعبوا تقريبا ماتش اكتر من دوريات تانية شوية، الدوري الاسباني. ممكن اتكلم ان هو من حيث الصعوبة ومن حيث التقييم، يعني من حيث الاداء في الماتشات الكبيرة، هو التقييم ممكن ضد، ممكن لعيب بيجيب لك تقييم 9 يا معلم، بس قرار ضد فرق ضعيفة، فانا مش هختاره يعني. فمن حيث كده انا ممكن اختار صراحة يعني حاسس ليفاندوسكي ظهر في ماتشات كبيرة، وحاسس ان هو برضو عارف انت اللعيب الخبرة المخضرم كده وسط حوالين الشباب وكده، فممكن اختار ليفاندوسكي افضل لاعب في الموسم ده لحد دلوقتي يعني. وطبعا بالمر عامل برضو اداء جبار يعني مع هالاند طبعا، عاملين اداءات جبارة يعني مع فرقهم، بس حاسس ان هو من حيث التأثير وكده ممكن ليفاندوسكي. مين تاني؟ مين اسوأ لاعب بقى؟ اسوأ لاعب يعني هقول مثلا ممكن لعيب كنت شايف ان هو ممكن هيعمل حاجة، كان متوقع ان هو يعمل حاجة، بس مثلا خايف ظني شوية، ممكن تريشتيجن كان عامل مصايب مع برشلونة، مش عايز اقول انا مبسوط بالاصابة بتاعته وبتاعت صليب يعني، ربنا يشفيه ويرجع بسلامة، وبرضه حارس كبير وله مكانته كل حاجة، بس هو حرفيا تريشتيجن الموسم ده يعني مع وسط انتفاضة برشلونة وبرشلونة بدأ يعني يقف على رجله تاني، لا تريشتيجن كان هو ده اللي واقع يعني ماتشات كتيرة كان أي كورة تشوط عليه يعني، صحيح كان ساعات بيصد وكده، كورة صعبة وكده، بس في المجمل كان هو مستوى أقل من المنتظر منه بكتير يعني. السؤال اللي بعده كان لعيب تتوقع إن هو هيطور مستواه في الماتشات اللي جاية؟ طبعا في لعيبة كتيرة يعني، في لعيبة أصلا الموسم ده كان عودة تانية لمستواهم الحقيقي يعني. زي جرافن بيرش مثلا رجع بشكل أكتر من رائع، بالمر برضو لسه مكمل في المستوى الكويس بتاعه. ممكن لعيب يعني اللي جه في بالي مثلا أول ما شفت السؤال ده ممكن سانشو في الدقايق اللي أخدها في الماتشات القليلة اللي لعبها، يعني حاسس ولا عنده حاسس ولا عنده حاجة يعني، عنده شغف، عنده يعني عايز يرجع. حاسس سانشو ممكن نشوفه ضد ليفربول ممكن يعمل ايه، وفي الماتشات الجاية حاسس سانشو ممكن يبقى دي عودته الحقيقية. طبعا الموسم اللي فات مع بروسيا دورتموند كان أداء كان كويس جدا، ممكن حاسس الموسم ده هيبقى أداء أكتر وأعلى يعني، خصوصا إن هو في الدوري الإنجليزي، وبعد ما يونايتد ما عملوش بطريقة كويسة وكده، حاسس كل الحاجات دي هياخدها كتحديات ليه، ممكن هيظهر أكتر في الماتشات الجاية. واخر بقى سؤال جاي كان بالنسبه لهالاند، هل هالاند هيشتغل الماتش الجاي من صاحبي الزوز؟ سؤال ليه علاقه بالفانتزي شويه، ماتش جاي ضد ولفرهامبتون بره ارض السيتي، في ملعب الولفز يعني، هيبقى ماتش اظن ممكن هيبقى غلس شويه يعني، خصوصا مع برضو مش موجود رودري وإصابة دي بروين وكده، بس هالاند يعني ممكن يعني الماتشات دي احنا ما كناش متوقع يعني، كنا متوقعين ان هو ممكن ما يعملش حاجه قوي، جاب هاتريك، فاهم؟
ماتش صلاح صعب ضد تشيلسي، صحيح صلاح ساعات يبقى كعبه عالي على تشيلسي، بس مش عارف يعني هالاند فاهم، حاسس ماتشه أضمن يعني. فلو كابتنه بين صلاح وهالاند بحس هالاند يعني هتكون الكفة بتاعته هي اللي رابحة أكتر يعني. بس دي كل الأسئلة اللي جات لي. أتمنى إن هو يعني يدردشنا بشكل لذيذ كده، ونتفرج بقى كده على ماتشات الأسبوع ده، وبإذن الله نقاتل الماتشات الكبيرة. ماتش مبدئيا كده ماتش ليفربول وتشيلسي، والماتش التاني بنسبة كبيرة طبعا هيكون ماتش برشلونة وإشبيلية. إن شاء الله ماتشات تكون ممتعة. أشوفكم فيديو جديد وبعد الماتشات دي، والملخص في نهاية الأسبوع، وجديد شديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.